السؤال التاني فيما يخص البراند ايكويتي. ليه العلامات التجارية اللي احنا قلناها قبل كده، اللي هي ماكدونالدز ونايكي وجوجل ويوتيوب وكوكاكولا وغيرهم، ليه دول بانوا سترونج براند ايكويتي؟ ليه العلامة التجارية بتاعتهم قوية؟ ليه لو فكروا يبيعوا العلامة التجارية دي لوحدها فلوس كبيرة جدا، ملايين او مليارات؟ بكل بساطة لأنهم قدموا بنفيتس ومميزات وسيرفيس للكاستمرز غيرهم ما قدرش يقدم. هتلاقي كل واحد من دول أو كل براند من البراندز المعروفة دي كلها اللي بيمتاز بالمتانة، اللي بيمتاز بالجودة، اللي بيمتاز بالأناقة، اللي بيمتاز بالتكنولوجيا العالية، اللي بيمتاز بالرفاهية، اللي بيمتاز بالاختراع والابتكار، وهكذا. وبالتالي كل واحد فيهم قدر يبني من خلال سنين أواصر وروابط وتجارب كبيرة جدا مع الكاستمرز، كانت كلها بوزيتيف، كانت كلها ناجحة. تاريخ، يعني لو بصينا على أبل مثلا، منتجات أبل، آيفون بقى بأنواعه المختلفة، الماك، كمبيوتر ماك بكل تطوراته من لما كان كبير جدا لحد ما بقى فيري ثين بالشكل ده. الايباد واختراع الايباد وتطورات الايباد والتكنولوجيا اللي بيقدمها كل فيرجن عن الفيرجن اللي قبله، ده ما يبنيش براند ايكويتي؟ يبني طبعا، يبني علامة تجارية قوية جدا، يبني اسم تجاري يخلي وجود علامة التفاحة او رمز التفاحة المقطومة دي على اي منتج كفيل انه يبيع على طول، كفيل ان انت ككاستمر تشتريه وانت مغمض. من هنا هكذا تبنى البراند ايكويتي، او البراندز هكذا تصنع البراند ايكويتي. احدى شركات الدعاية والاعلان عملت بحث طلعت منه ان في 4 ابعاد او 4 اتجاهات علشان اي براند يبقى ليه سترونج براند ايكويتي في ذهن الكاستمر. يعني بمعنى بالبلدي كده، او المعنى على اي اساس نقدر نقول ان البراند اكس ده ليه سترونج براند ايكويتي، ليه علامة تجارية قوية؟ قال لك اول حاجة الديفرنشيشن. يعني ايه ديفرنشيشن؟ انه يكون براند مختلف، مميز. البراند ده مميز. مميز في ايه مش مهم، بس مميز. ممكن يكون مميز في الابتكار، مميز في المتانة، مميز في السعر، مميز في الكفاءة، مميز في الأمان، مميز في الديورابيليتي، أو إنه قدرة التحمل، أو بيقعد فترة طويلة يستعمل، متين يعني. الحاجة التانية أو البعد التاني الريليفانس. الريليفانس يعني إيه؟ مناسب لاحتياجات الكاستمر، أو مناسب لاحتياجات العميل. يعني العميل أو الزبون أو المستخدم بيلاقي فيه ما يحتاجه. طيب، تالت بعد ايه؟ knowledge. على اي درجة العميل او الكاستمر ده يعرف البراند، او يعرف تفاصيله، او يعرف تاريخه، او يعرف استخدامه، او مميزاته، يعرف عنه ايه؟ رابع حاجة ستيم، او الروح، او التقدير. بمعنى ان لأي درجة العميل او الكاستمر بيحترم البراند ده، ومجرد رؤية العلامة التجارية فهي تعني عنده التقدير والاحترام. يبقى ان البراند يكون مميز، مختلف، مناسب، وبيغطي احتياجات العميل. العميل يعرف عنه معلومات ومزايا كتير، وفي نفس الوقت العلامة التجارية دي ليها الكثير من التقدير والاحترام عند العميل. اي براند محترم وليه براند ايكويتي او علامته التجارية قوية، هتلاقيه دايما عامل درجات عالية او واخد نسب عالية في ال4 ابعاد دول، اللي هو الديفرنشيشن، ريليفانس، نوليدج، وستيم.
لازم يكون البراند فارق قوي بالنسبة للكاستمرز، وفي سبب يخليه دايما العميل بيختاره عن other brands او عن المنافسين. من كتر ما البراند ايكويتي قوية وواصلة لدرجة غير مسبوقة ولا تقدر بثمن، بعض الناس خلاص بيبقوا اوبسيست، مهاويس، بيتحولوا إلى obsessed بالبرودكت، بيتحولوا إلى فانز بشكل كبير جدا، لدرجة إن هم بيعملوا تاتو على أجسامهم، زي اللي بيعمل شفنا أمثلة كتير للناس اللي هي بتعمل قصة شعر وعليها أبل، يعني بشعرهم علامة أبل على شعرهم. بعض الناس بيعملوا نايكي وأبل والحاجات دي تاتو أو وشم على أجسادهم. فبالتالي البراند ايكويتي ده يا جماعة مش سهل خالص. يعني فكرة انك تبني براند، علامة تجارية قوية لا تقدر بثمن، محتاجة جهد كبير قوي، محتاجة شغل كبير، محتاجة تكاتف وعمل ضخم، بتوصل لدرجة ان انت العميل بتاعك او بعض العملاء بيبقوا مهووسين بيك، بيوشموا البراند او اللوجو على اجسادهم. ده انت لما توصل للمرحلة دي مرحلة رهيبة، مش اي براند بيعرف يوصل لها طبعا، قليلين قوي من البراندز اللي بيوصلوا للدرجة دي. دي عناوين على كل وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا. هتلاقوا البرزنتيشنز دي يا اما في صورة باوربوينت برزنتيشن، يا اما في صورة اوديو، يا اما في صورة فيديو عبارة عن برزنتيشن مع اوديو، علشان اي حد عايز يستفيد من الماتيريال اللي موجودة، سواء كان يقراها على هيئة باوربوينت برزنتيشن او يسمعها عن طريق اوديو او يشوفها فيديو على اليوتيوب، بتجمع ما بين البرزنتيشن وما بين الشرح. واتمنى ان الكل يستفيد، وان شاء الله نتقابل في سيشن بعد كده.